وبناء على ذلك فلا يجوز أن يقال ظلم الله من ظلمني، لأن صفة الظلم ينزه الله عز وجل عنها، ولا يظلم ربك أحد. فهذه عبارة محرمة. لما؟ لأنها تتضمن وصف الله عز وجل بالنقص. ولا يجوز أن يقال خان الله من خانني، فالخيانة صفة نقص مطلق لا كمال فيها، وما كان من قبيل صفات النقص المطلق الذي لا كمال فيه فإنه لا يجوز أن يضاف لله عز وجل. ولا يجوز أن يقال عند نزول المصيبة بأحد من الناس حرام والله ما يستاهل اللي جاه، فإن هذا نسبة الظلم لله عز وجل أو نسبة القدح في حكمته عز وجل وتقديره. ولا قول لماذا أنا بالذات يا رب، لماذا أنا بالذات؟ بعض الناس إذا أصابته مصيبة قال لماذا أنا، فهذا اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. ولا قول الله يجور من جار علينا، الله يجور على من جار علينا، والجور هو التعدي والظلم، والله منزه عن الاعتداء ومنزه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومنها كذلك قول هذا الرجل لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، هذا محرم. ومن الذي يستطيع أن يمنع رحمة الله عز وجل إذا أراده؟ إذا أراد الله عز وجل أن ينزل عذابه وسخطه على أحد ما يمنعه أحد. هذا وصف لله بالنقص، هذا وصف لله عز وجل بضعفه. كونك تقول والله فلان يمنع رحمة الله أن تنزل على فلان وفلان، هذا لا يجوز مهما عظم ظلم الظالم وفجور الفاجر وعدوان المعتدي. فإن الله إذا أراد بعباده رحمة والله لو اجتمع من بأقطارها لم يستطيعوا أن يردوا ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال الله عز وجل وإن يردك بخير ها يا جماعة فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وكذلك لا يجوز قول غدر الله بمن غدر بنا، فالله موصوف بالمكر من باب الجزاء والمقابلة. أما صفة الغدر فإنها نقص مطلق لا يضاف إلى الله عز وجل، وأما المكر فيضاف إلى الله من باب الجزاء والمقابلة. ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فالغدر لا يجوز إضافته إلى الله مطلقا لا ابتداء ولا من باب الجزاء والمقابلة. وأما المكر فإنه لا يضاف إلى الله ابتداء ولكن يضاف إلى الله من باب الجزاء والمقابلة. ومنها قول بعض من ضعف إيمانه إذا رأى الفقير قد طالت به سنوات الفقر، وإذا رأى الداعي قد طالت به سنوات الدعاء يقول له هو الله داري عنك، هو الله داري عنك، يعني كأنه ينسب الله عز وجل للجهل بحال عبد من عباده. والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعلم ذوات الصدور، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله بكل شيء عليم. فمثل هذه الكلمة فيها وصف الله عز وجل بالنقص في علمه. وكذلك أيضا قولهم إذا اشتد على أحدهم الغضب قال لو ينزل الله معك لم أقبل منك أو لم أرضى عنك، أو لو يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أرضى عنك. وكل ذلك من الأمور المحرمة لأنها تتضمن وصف الله عز وجل بالنقص والعيب. ومن أنت يا ابن آدم حتى ينزل الله عز وجل ليتوسط عندك حتى ترضى عن فلان؟ ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ومن أنت حتى ينزل الله عز وجل؟ وكذلك أيضا قولهم إذا أرادوا أن يحثوا عبدا على أن يطالب بحقوقه يقولون له هو الله يسمع من ساكت، هو الله يسمع من رجل ساكت، يعني أن الله ما يسمع من ساكت، لا بد أن تنطق بحقك، الله ما يسمع من ساكت. وهذا نسبة لله عز وجل بالنقص والعيب. فالله يعلم ما يقوم في القلوب من المقاصد ويعلم ما يدور في القلوب من الكلام حتى قبل خروجه. قال الله عز وجل إن الله عليم بذات الصدور. وقال الله عز وجل قال
يعلم السر وأخفى. فإذا هذه كلمة فيها نسبة الله عز وجل بالعيوب والنقائص. وكذلك قول بعضهم إذا رأى زيادة الطغيان والعدوان والفجور وطول عمر هذا الرجل يقول هو الله بيقدر عليه؟ يعني إذا قيل له ننكر عليه أو نفعل معه أو نقوم في وجهه أو نصده عن العدوان، قال وهو الله بيقدر عليه؟ هو الله بيقدر عليه؟ وهذا كله من العبارات المحرمة التي لا تجوز، لأن فيها وصف الله عز وجل بالضعف في قوته وبالضعف في قدرته. ومنها كذلك قول بعض الناس إذا جاء في العزاء وسئل عن فلان قال ربنا افتكره. لا، الله عز وجل لا ينسى، الله لا ينسى. والنسيان المنفي في الأدلة عن الله إنما هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول، لا النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. ولذلك النسيان قسمان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول، ونسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. فالأول لا يدخل في صفات الله لأنه نقص، والثاني يدخل في صفات الله لأنه كمال. ولذلك لا تجد النسيان مضافا إلى الله إلا من باب الجزاء والمقابلة: نسوا الله فنسيهم، أي تركهم عن علم وعمد لا عن غفلة وذهول. ولذلك يقول الناظم: كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد يدخل في وصفه حينئذ لا الأول. ويقول الناظم الآخر: والله ينسى والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان. فالنسيان المنفي عن الله عز وجل هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول، كقول الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. وأما النسيان المضاف إلى الله في الأدلة فإنما هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. ومنها قول بعض الناس: لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. أنا أعلم أن لهم قصدا صحيحا ويريدون الاختصار، لكن الأذكار لا يختصر فيها، الأذكار تنطق كما هي. يعني مثلا لا يأتينا رجل يقول أنا أريد أن أختصر سبحان الله، أقول الله الله الله. إذا قلنا ليش تقول الله؟ قال هذا اختصار لسبحان الله. الأذكار ما تختصر، الأذكار لا تختصر، تقال كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن نتابعه في الألفاظ. فلا يجوز هذا القول، وهو خطأ لفظي وإن كان غير مقصود، وإن كان قصده الاختصار، لكن حقيقته أنه نفي الحول عن الله، وأصل الكلمة إثبات الحول لله عز وجل، فهو بهذا الاختصار قلب المعنى. فإذا لا يجوز لنا أن نقول لا حول الله، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لأن حقيقة توحيده بالحول والقوة لا تأتي إلا بالإثبات، بالجمع بين النفي والإثبات.